السلام عليكم. أخبار ماروك يومية ترحب بكم. في خطوة غير متوقعة ظهرت مريم بن صالح رئيسة الباترونة ومالكة شركة والماس المنتجة للمياه سيدي علي اليوم الجمعة وسط قرية ترميلات التي تضم منابع مياه سيدي علي. في لقاء غير مسبوق دعت فيه الساكنة إلى الحوار تزامنا مع حملة المقاطعة التي استهدفت منتوجات شركتها وشكاوي أهالي ترميلات من تهميش المنطقة. مصادر حضرت اللقاء أكدت لليوم 24 أن بن صالح وقفت اليوم الجمعة أمام مسجد تشرفت شركتها على بنائه في ترميلات، حيث التقت مع شباب المنطقة وخطبت فيهم بخطاب أشبه للاستعطاف، وقالت لهم: أعرف النقص الموجود في المنطقة، ولكن إذا لم نتعاون شركتنا ستفلس. اللقاء الذي جمع بن صالح مسيرة أكبر إمبراطورية للمياه في المغرب مع شباب المنطقة منعت فيه بن صالح بشكل كامل التصوير، حيث أجبرت عددا ممن أخذوا صورا أو مقاطع فيديو على مسحها، مهددة إياهم بالانسحاب من الحوار في حالة تسريب أي فيديو لها. بن صالح كما لم تفعل من قبل وعدت الشباب العاطلين في قرية ترميلات بالشغل في معملها، ودعتهم لزيارتها في مقر شركتها بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وتقديم لائحة بأسماء شباب ترميلات العاطلين لتتمكن من توظيفهم في معملها بالمنطقة. يشار إلى أن قرية ترميلات التي تبعد بضعة كيلومترات على مدينة والماس عادت بقوة إلى الواجهة تزامنا مع حملة المقاطعة التي انخرط فيها جزء من المغاربة ضد 3 منتجات استهلاكية من بينها مياه سيدي علي. وبعد خروج أهالي المنطقة في مقاطع فيديو توثق الوضع الصعب والفقر المدقع الذي يعانون منه رغم المؤهلات الكبيرة لترميلات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد الأخبار المغربية.